سيد الأولين والآخرين. يا أخواني، إحنا أهل الشام بيوتنا قد دمرت، ما عندنا مكان نرجع إليه. اللي ما دمر بيته لا يصلح للسكن مطلقا. ونحن باقين في هذا المخيم بالشمال السوري الآن نعاني ما نعانيه ونكابد ما نكابد. ما في سبل للحياة الكريمة التي بعد الفتح المبين الذي حقق لأهل الشام إنه إحنا نحصل عليها. نرى كل شيء يمر من أمامنا ولا يقف عندنا. إلى متى سنبقى هنا؟ وإلى متى هذا التجاهل؟ هي أبنائنا، هي شيوخنا، ها نحن. إلى أين المصير؟ يا اخوان، من ناشد فريق الاستجابه السريع او الطارئ، من ناشد جميل حسن، هادي العبد الله، عملتوا حمله قطر الخيريه لاعاده 1500 عائله بالشمال السوري، تمام؟ والحمد لله التم اكثر من المبلغ، يعني كان 40 مليون التم 272 مليون. يا اخي صحتين وهنا على قلب الناس اللي بدها ترجع، بس هاي اغلب الناس اللي كانت بجنوب دمشق اكلت بساس، اكلت حمير، اكلت شلاب، تحاصرت وماتت موت، خالص ما عادش في مجال. وين بدها ترجع؟ يعني بلا مؤاخذه كل الناس حست بنشوة النصر الا احنا قاعدين هون وضالين هون. يا اخي ناس هاي ما عندها بيوت، يعني اللي تهدم بيت وين بده يروح؟ بالله عليكم نطالب هيئه قطر الخيريه، اي منظمه يا اخي نفس ما سعيتوا للناس هاي تبعين ريف حماه، ريف ادلب، الله ييسر امرهم، اسعونا لاهل الشام، خليها الناس ترجع بلدها. والسلام عليكم، هذا اللي بقدر اقوله.